ربنا يجعل الدعاء ده من نصيبك يا قلب ماما. ربنا يحميكي من غدر القرايب وعدو عامل حبيب، ومن جبان بيضحك في وشك ومن وراكي سهم وبيسيب. ربنا يحضر لك كل خير ويقرب منك ولاد الحلال ويكفيكي شر ولاد الحرام، ويحميكي ويحفظك ويبارك لي فيكي يا رب. اوعى يا ابني تفتح صفحة جديدة مع حد وجعك او اذاك او عمره ما حبك. اوعى تفتح صفحة جديدة مع حد معرفش قيمتك او حتى ما قدرش يحافظ عليك. ارميله الماضي كله وامشي، هتكسب احسن ما تقعد معاه. على فكرة ابن الاصول لما بيزعل بيراعي العشرة والسنين. يمكن اكتر حاجة ممكن يعملها ان هو يبعد عشان ولا يأذيك ولا يتأذى. خلي بالك ربنا مش هيبارك لحد بيوقع بين الناس، ولا هيبارك لحد منافق وبميت وش، ولا هيبارك لحد مؤذي وظالم. ربنا ممكن يكون بيأخر بس ما بيسيبش، وكل شيء بأوان، كله بوقته وبميعاد. بس انت قول يا رب وربنا هينصرك على كل ده. لما جزمة جوزك تبات قدام باب البيت احمدي ربنا، عشان الراجل في البيت رحمة حتى لو كان حتة فحمة. والله ده حايش عنك بلاوي كتير، خدي بالك كلام الناس مش ساهل. ربنا يبارك فيه ويخليهولك، وخدي بالك لو انت مزعلاه قومي صالحيه. اخ عالدنيا مالت عداني القصب واتدلعوا الزعازيع، وولاد الأصول ضاعوا في سكة الجرابيع. يا عيني على الفلوس لما بتنضف المصدي. والله أنا بقولك من خبرتي اللي ينزل السوق بعقله يوفر نص فلوسه، أما اللي ينزل بعينه بس هيرجع ندمان. ما تنقيش يا حبيبتي، خدي وفكري. خليكي باردة، لما يقولك يا تخينة قوله كله من خيرك يا حبيبي يا مستتني. لما يقولك قاعدة ملكيش لازمة قوله امال مين هيحضر لك الأكل يا نور عيني. طنشيه وخليكي قاعدة على قلبه، امال يعني تسيبي له البيت ياخد راحته فيه وراح يجيب واحدة تانية ويتمتع في الخير اللي انت كنت فيه. يا ريت تنضفوا قلوبكم قبل ما تنضفوا بيوتكم. في ناس بيوتها بتلمع وجميلة بس قلوبها كلها غل وحقد وسواد. يا رب كفينا شره. أنا ما بقتش مستنية من حد حاجة، لا سؤال ولا اهتمام ولا حتى أعذار. أنا اتعلمت أواسي نفسي بنفسي لغاية لما الألم بقى صاحبي. يا رب ابعد عنا القهر والوحدة والهم والغم، وكفينا شر القاسيين وقلوبهم سودة ومنيلة يا رب.